النهاردة هحكي لكم قصة حقيقية حصلت قدامي بعيني. قصة هتخليكم ما تصدقوش إن الحاجات دي بتحصل، هتخليكم تفكروا 1000 مرة قبل ما تدوا الأمان لأي حد. أنا وأختي كنا عايشين حياة هادية كده، كل واحدة فينا متجوزة وعندها بيتها وأطفالها، والعلاقة بينا وبين عيلة جوزي كانت حلوة وطبيعية. أختي وجوزها والله يا جماعة كانوا قمة في الحب والتفاهم، يعني الناس كانت بتحسدهم على علاقتهم الحلوة، وعندهم توأم صغيرين والدنيا كلها ورد وفل معاهم. جوزها كان بيقدسها ويحبها جدا، ومن احترامه ليها كان يديها باسورد الموبايل دايما، وكل حاجة مفتوحة قدامها، مفيش أسرار ولا حاجة. أما بقى أخت جوزي دي قصة تانية خالص. البنت دي من وهي صغيرة كانت مشاكلها كتيرة، يعني من أيام ما كانت بنت وهي بتكلم الشباب وتعمل مشاكل، وأهلها كانوا دايما يجروا وراها يحلوا المشاكل بتاعتها. كانت والله أعلم شخصيتها هوائية وميالة للمشاكل من صغرها. ودلوقتي أخت جوزي دي متجوزة وعندها بنت عندها 3 سنين، بس مشاكلها مع جوزها ما بتخلصش. من شهرين قالت عايزة أتطلق، وجوزها مش عايز عشان بيحبها، بس هي مش قايلة السبب الحقيقي. مرة تقوله مش مهتم، ومرة تقوله مش بحبك، وكلام مبهم كده. واحنا كعيلة طبعا حاولنا نصلح ونتدخل، بس في الآخر سبناها براحتها وقلنا اللي يرضي ضميرها، عشان البيت ما يتخربش والبنت الصغيرة ما يحصلهاش حاجة. من حوالي 6 شهور أختي بدأت تحس إن في حاجة غريبة. جوزها بقى متغير، بس مش عارفة متغير في إيه بالظبط، يعني مش قادرة تحط صوابعها على المشكلة، بس حاسة إن في حاجة مش طبيعية. أختي طبعاً مش النوع اللي يشك في جوزها أو يفتش وراه، عشان كده فضلت ساكتة وحاولت تتجاهل الإحساس ده. بس الموضوع بدأ يوضح أكتر لما لاحظت إن جوزها عمل باسورد جديد للموبايل، وده أول مرة يعمل كده من يوم ما اتجوزوا. تخيلوا معايا الموقف، راجل من 6 سنين جواز معطي مراته الموبايل تتصرف فيه زي ما هي عايزة، وفجأة يقفل الموبايل بباسورد. أكيد أي ست هتحس إن في حاجة مش طبيعية. أختي فضلت كده أسابيع، الشك بيأكلها من جوه، بس مش عارفة تسأل ولا تواجه، وحتى مش عارفة تحكي لحد عشان نفسها مش فاهمة الموضوع أصلاً إيه. وفي يوم من الأيام أختي كانت قاعدة جنب جوزها وهو بيفتح الموبايل قدامها، وشافت الباسورد من غير ما يحس. وده طبعاً أول مرة تعمل كده، مش من طبعها إنها تتجسس أو تشك، بس الفضول والقلق خلاها تعمل كده. ولما جوزها نام، أختي والله يا جماعة قلبي بيوجعني وأنا بحكي، فتحت الموبايل عشان تشوف إيه السر ورا التغيير ده. واللي شافته يا جماعة، واللي شافته كان أكبر من أي حاجة متخيلاها. لقت رسايل كتيرة جدا من حساب مش عارفاه، حساب كله رجالة وقرف، وصاحبة الحساب بتقوله كلام حب وعشق وغرام، وإنها معجبة بيه وبتعشقه وبتحلم بيه. تخيلوا شعور أختي وهي بتقرأ الكلام ده، بتقرأ إن واحدة بتقول لجوزها إنها بتحبه وبتموت فيه، وجوزها في الأول كان بيقول لها حرام وإن هو بيحب مراته وإنتي ست متجوزة والكلام ده. بس اللي خلى الموضوع أفظع إن البنت دي كانت عارفة تفاصيل عن بيتهم وعن أختي وعننا كلنا، يعني مش واحدة غريبة تماماً، دي واحدة من جوانا ومن قريب. أختي فضلت تقرأ في الرسايل، والبنت دي مصممة إنها تقوله هي مين، وطلبت منه يديها رقمه عشان تكلمه تقوله، وهو يا خسارة كتب لها رقمه فعلاً. ومن كلامهم بعد المكالمة كان واضح إنها قالت له هي مين، وبعدها بقى الكلام أوضح. البنت بتقوله أنا ندمانة إني سرحت لك بحبي وخايفة عليك، وكلام حب وعشق صريح. والمصيبة الأكبر إن جوزها بدأ يستجيب، يعني في الأول كان بيصدها ويقول لها حرام، بس بعدين لما عملت له بلوك وهو عمل لها بلوك، راحت عاملة حساب تاني وكلمته تاني، وهو استجاب وبقى يتجاوب معاها. أختي وهي بتقرأ الكلام ده قلبها بيتقطع، إيديها بترعش، مش مصدقة إن ده جوزها اللي بتحبه وبتثق فيه يعمل كده معاها. بس دي ما كانتش الصدمة الأخيرة يا جماعة. أختي كملت قراية ولقت إن البنت دي بتبعت له صور ليها في قمصان نوم وهوت شورت وشعرها مفرود، وصور أقول لكم عليها ولا لأ، قمة في قلة الأدب. بس اللي خلانا نتجنن خالص إن من ضمن الصور دي لقينا صور ليها وهي فين؟ في بيتي أنا، في أوضة نومي أنا، لابسة قميص نوم بتاعي أنا. تخيلوا يا جماعة الموقف ده، واحدة بنعتبرها أخت وبنثق فيها تدخل بيتنا وتفتح دولابنا وتلبس هدومنا وتتصور صور فاضحة وتبعتها لمين؟ لجوز أختي. أنا لما أختي حكت لي حسيت إن الأرض بتتهز تحت رجليا. يعني إيه ده؟ إيه المصيبة دي؟ إزاي واحدة نثق فيها ونفتح لها بيتنا تعمل فينا كده؟ والأصعب من كده كله إن الموضوع مش بس خيانة عادية، ده موضوع فيه تدمير لبيتين،
بيت أختي اللي كان مثال للحب والتفاهم، وبيت أخت جوزي اللي أصلاً فيه مشاكل. أختي دلوقتي مش عارفة تتصرف إزاي، تواجه جوزها ولا تسكت، تطلب الطلاق ولا تحاول تصلح، وإيه مصير الأطفال الصغيرين؟ التوأم مسكين ملهمش ذنب في اللي بيحصل ده، وأنا مش عارفة أتعامل مع أخت جوزي إزاي، أواجهها بالحقيقة ولا أسكت، وإيه مصير العلاقة بينا وبين العيلة كلها؟ دلوقتي إحنا في موقف صعب جداً، أختي نفسيتها محطمة، وأنا كمان مش قادرة أنام من التفكير، وكل قلق على مصير البيوت والأطفال. كل اللي قدرت أقوله لأختي: اوعي تنطقي ولا تبيني إنك عرفتي لحد ما نعرف نتصرف إزاي. بس جوايا أنا عارفة إن الموضوع ده مش هيتسكت عليه كده. إحنا دلوقتي محتارين نعمل إيه، نتكلم مع الأهل، نواجه أخت جوزي، نتكلم مع جوز أختي، وإيه هيحصل للأطفال الصغيرين لو الموضوع انكشف. الموضوع مش بس خيانة، ده تدمير للثقة وللعلاقات العائلية كلها. وده اللي خلانا أجيلكم أحكي لكم القصة دي، عشان ممكن يكون فيكم حد مر بموقف زي ده، قصة بتوريك إن الشر ممكن يجي من أي مكان.